واليوم غادي نحضر كيكه اللي ما كتحشمش. هاد الكيكه جاوني عليها بزاف ديال التعاليق، بزاف بزاف بزاف. كاينين الناس اللي شكروا وكاينين الناس اللي قالوا هضره الله يسمح ليهم. كاين اللي قال راه هاد الكيكه راه شارياها من المخبزه، كاين اللي قال لك راه مضوبله المقادير، وكل واحد كيفاش قال. ان شاء الله رانا عاودتها لكم باش تشوفوا المصداقيه ديالتي. انا كنقول لكم رحموا لي والديا، هادشي اللي كنطلب باش انا في هاد السن هذا غادي نقول مقادير غادي نبدلهم ولا نضوبلهم. علاش غادي ندير بحال هكا؟ هادشي علاش انا عاودت لكم الكيكه. هاد الكيكه تبارك الله مقطنه ورطبه، والناس اللي كيعرفوا المصداقيه ديالتي انا راه تقريبا هادي 10 سنين وانا كاينه هنا بحال القناه. تبعي معايا. اول حاجه خديت هنا 3 ديال البيضات درتهم في الكاس ديال العصاره، 2 اكياس من الفاني وقريصه ديال الملح. خديت حامضه وحكيتها في الحكاكه الرقيقه، كاس ما عامرش ديال سنيده. السر كاين هنايا في هاد الماكينه ديال العصاره اللي كنعصروا بها. غادي نخلي البيض حتى كيتضاعف الحجم ديالو على 3 ديال الخطرات ويدير الكشكوش. عاد غادي نزيد كاس ديال الزيت ما عامرش. راه كنوريكم بالصبع ديالي. علاش كنوريكم بحال هكا؟ باش كتشوفوا المصداقيه وتتبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخر. شوفوا الخليط ولا بحال الشكل ديال المايونيز. عاد غنزيد فوق منه دانون ديال البنان، وغادي نزيد واحد طريقه النسمه ديال الحامض. تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. هنا عندي 2 ديال الكيسان كما شفتوا، 2 كيسان ديال العنبه دقيق. والدقيق يكون النوع ديالو جيد ويكون ماركه زوينه، هو اللي كيعطينا الهشوشيه اولا غادي نقولوا الكيكه اللي كتطلع. في هذه المرحله اللي زدت انا الدقيق خدمته واحد شويه، زدت الكاس الثاني كما شفتوا كنعاون بيديا بحال هكا وكنطحن واحد الطحنه خفيفه. هنا في الاخر كما شفتوا معايا عاد درت 2 ديال الخميرات ونص. هادو هما المقادير اللي هما مضبوطين. واجي نشوفوا المولات اللي كنهضروا عليهم ديما. كاينين 2 اشكال ديال المول، كاين واحد كبير وواحد صغير. انا كنخدم بالصغير. الا بغيتي الكيكه تجيك عاليه وكما كتشوفوا العلو ديالها ديروا المول صغير باش كيعطيكم نتيجه زوينه. انا وريتكم المول اللي كبر منه، انا كندير هذا المول الصغير هو اللي كيعطيني هذا الحجم اللي كتشوفوا ديال الكيكه. وهنا غنمشيو للطريقه ديال الطياب. الطريقه ديال الطياب مهمه بزاف. كنسخن الفران الفوق والتحت، كنطفي الفوق وكنخلي العافيه غير من الاسفل ديال الكيكه. كنطيبها على 160 درجه. كتبان ليا الكيكه تنفخات وبدا فيها الحموريه، عاد كنقص وكنخلي 150 درجه. شوفوا الكيكه تبارك الله ما شاء الله راه طالعه ومقبه، وما نقولش لكم على الخفه ديالتها، خفيفه بحال الريشه. وانا عاودتها لكم على حسب المتتبعات اللي قالوا الهضره ما زويناش. كاين اللي قال رانا قاري لا باتيسري هادي عامين 3 سنين. حتى انا راه قاريه عامين لا باتيسري وديرها عامين ديال الكوزينه، ولكن كل حاجه عندها تقنيات ديالها. كاين اللي قال لك راه مدقسه، كل واحد كيفاش تيقول. جربي وحكمي. علاش نتيا كتهضري؟ عي جربي هاد الكيكه وردي لي اختي في التعاليق. صافي هنا بعد ما كما شفتوا طابت. انا راه والله ما خليتها بردت، راه قلبتها معاكم وهي راه سخونه كيما خرجتها من الفران باش تشوفوا الشكل ديالها. راه تبارك الله بحال تقولوا فيها شبر ديال المساحه. كيما شفتوا غنقطع لكم وهي سخونه باش تشوفوا الداخل ديالها. ما معجناش، خفيفه هشيشه. رانا بغيتها نحطها، راه ما تقدرش تحطيها حيت بالخفه ديالتها وكتجي ما نقولش لكم على المذاق والبنه. جربوا وردوا عليا في التعاليق.